السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة هنعمل بقى مع بعض الغريبة. النهاردة هقولك ازاي تطلع معاكي مظبوطة، ولا تفرش معاكي ولا تشقق معاكي، بأسهل وأبسط طريقة هنعملها. هي مكوناتها بسيطة جدا جدا، وهتطلع معانا بتدوب كده في البق حرفيا، وأحلى وأجمل من بتاعة المحلات. هنسمي بقى الله ونصلي على الرسول. أول حاجة معايا كده سمنة ساقعة، نص كيلو من السمنة الساقعة، اللي هي يعني مش متلجينها، بتكون ساقعة معاكي وماسكة نفسها كده، بس يعني مش مطلعينها من الفريزر، بتحطيها في التلاجة كده لغاية ما تجمد معانا بالشكل ده. بعد كده هنزل ب250 جرام من السكر البودرة، وهنفضل بقى نضربها كده لغاية ما تبقى كريمي معانا بالشكل ده. هنفضل بقى نضرب فيها سواء بالمضرب اليدوي او المضرب الكهرباء لغاية كده ما تبقى كريمي كده معانا. هي اهم حاجة في الغريبة عموما السمنة، اهم حاجة نوع السمنة يكون حلو. يعني يا ريت ان انتي تشتغلي بسمنة بلدي، الطعم هيفرق جدا معانا، لان هي عبارة عن سمنة، هي كل اللي بيبان فيها السمنة والسكر، فنوع السمنة لازم نختاره كويس علشان تدينا نتيجة كويسة. واهم حاجة ان احنا نطحن السكر في البيت، عشان السكر البودرة بتاع المحلات بره بيبقى فيه نشا، فمش هيدينا نتيجة حلوة. ونزلت كده بكيلو دقيق منخول معايا، هفضل بقى اقلبها كده لغاية ما الدقيق يختفي معايا، وبعد كده هشتغل بايديا. هنفضل بقى نعجنها بايدينا كده ونبسها بايدينا لغاية ما تنعم خالص، مش هنحط لها اي سوائل. هي هنفضل بقى نعجن فيها لو في العجان لمدة 7 دقايق، لو على ايدينا بقى من 10 دقايق ل12 دقيقة، وممكن ربع ساعة معاكي. بصوا بتوصل للمرحلة دي كده بتبقى رملي، يعني بنفضل بقى نعجن فيها لغاية ما تبقى كريمي كده بالشكل ده بايدينا. هنعجنها وهنطلع معانا النتيجة حلوة جدا. أنا لسه بعجن فيها كده، واول ما نكورها معانا ونلاقيها ان هي ما بقتش بالشقة، يبقى هي كده خلاص تمام وبقت كويسة جدا معانا. هتلاقيها ان هي بتلزق شوية معاكي، هتدخليها التلاجة 5 دقايق، وبعد كده تبتدي ان انت تشكلي فيها. هنا كانت لسه عايزة تعجن شوية. بصوا بوصل كده للنتيجة دي، ان انا اكورها مثل ما لقاهاش ان هي بتشقق معايا بالشكل ده كده. هي كده خلاص بقت كويسة جدا، بس هسيبها 5 دقايق وبعد كده ابتدي ان انا اشكل فيها. واي نوع مكسرات بقى تحطيها معاكي فيه، بتكوري كده كورة كده عاملة زي الليمونية بالظبط، مقاسها قد الليمونية كده معاكي، وبتحطي بقى فيها اي نوع مكسرات في النص بالشكل ده كده. بصوا ولا بتشقق معايا ولا اي حاجة، ولا هتفرش معانا في الفرن ولا اي حاجة خالص. اهم حاجة ان انتي تمشي على المقادير بالظبط، واهم حاجة ان احنا نكون مسقعين السمنة بتاعتنا، هي دي اللي بتفرق معانا جدا. اهو بالشكل ده كده، يعني بحط كده المكسرات بتاعتي ما بتشققش معايا ولا اي حاجة. هخلص بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده، هكون مشغلة لها الفرن على درجة حرارة 160، بحطها في الرف الاوسط اللي هو في النص، بتقعد معايا 10 دقايق. اهم حاجة بس ان احنا نفضل متابعينها كويس، ونحرك كده الصواني، ما تحاوليش ان انتي تخليها اللون معانا خالص من تحت. واهم حاجة ان احنا لما نشيلها كده بعد ما تستوي من الصينية، ما تجيش جنبها خالص غير لما تبرد، عشان هتلاقيها ان هي طرية معاكي جدا، وهتحسي ان هي ما استوتش. بس بعد كده لما تهدى هتلاقيها ان هي كويسة خالص معاكي. ولما ما تبقاش مبصمة معانا في الصينية، تبقى هي كده كويسة جدا، وكده تبقى ناجحة معانا وكويسة. بصوا مش اخدة لون خالص، بتاخد لون بسيط خالص خالص من تحت، ما بتولعلهاش ولا شواية ولا اي حاجة. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلاص. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله.